في ولاية واحدة بيحصل سرقة ديموغرافية هتخلي حتى أكثر مخططي المدن خبرة يندهشوا. الولاية دي تقريباً كلها صحراء، منظر طبيعي قاسي جداً لدرجة إنه المفروض يمنع أي نمو. لكن في سنة واحدة بس 28 ألف ساكن جديد جمعوا شنطهم وانتقلوا هناك. لو بصيت على خريطة الغرب الأمريكي أغلب الناس هيشوفوا مكان خطر، لكن آلاف العائلات شايفين فيه طوق نجاة. أريزونا عندها أرض أكتر، كاليفورنيا عندها فلوس أكتر، يوتا عندها مية أكتر. ومع ذلك المملكة الصحراوية دي بتجري بسرعة لصدارة معدلات النمو. مدينة واحدة بتلمع وصناعة واحدة بتتغذى على الرذيلة. لو ما كنتش هناك عشان تلعب قمار أو تتفرج على عرض مفيش داعي تفضل قاعد. بعدين الدنيا تغيرت، دي ولاية ملهاش سواحل ومخزون المية فيها بيقل، واقتصادها زمان كان بيعتمد بالكامل على السياحة. مع كده الأرقام بتبين إن نيفادا بتتفوق على ولايات أكبر تاريخياً، وكان عندها بداية قوية. ليه؟ عشان نعرف امشي شرق رينو على طريق آيتسون لحد مركز تاهو رينو الصناعي. يمكن شكله زي أي مجمع صناعي تاني، بس ده مختلف. ده العمود الفقري لسلسلة الإمداد الأمريكية. من المكان ده بس عربية نقل تقدر توصل سياتل أو فينيكس أو لوس أنجلوس في 24 ساعة. عشان كده عمالقة التكنولوجيا زي جوجل وسويتش نقلوا هنا جنب مصنع تسلا الضخم. الممر ده مش مجرد أسفلت مفتوح، ده عمود فقري للابتكار. المخازن بقت مراكز صغيرة للروبوتات، وإدارة المخزون بالذكاء الاصطناعي، وتوصيل الطلبات بمساعدة الطيارات بدون طيار. عن طريق تقليل أوقات النقل وتجنب الموانئ المزدحمة، الشركات تقدر تقلل تكاليف الشحن، وبالنسبة للموظفين تكلفة المعيشة أقل بكثير من طاقة خليج سان فرانسيسكو أو سياتل. مراكز التكنولوجيا تقدر تكبر من غير ضغوط الإسكان الكبيرة. الشركات الناشئة في رينو دلوقتي تقدر تلاقي كفاءات من غير كابوس المشاوير اليومية. ده نظام تقني صغير شبيه بسيليكون فالي في وسط الصحراء. مقاطعة كلارك بتتبني من جديد بالكامل. جنوب نيفادا مش بس مكان لرحلات نهاية الأسبوع دلوقتي، ده بيتحول لمركز أعمال. الشركات العالمية بقت تقدر تفضل متصلة بموانئ الساحل الغربي من غير التكاليف العالية والزحمة اللي في مدن الساحل. والفلوس بتتضخ بكميات كبيرة. في السنة اللي فاتت بس مليارات اتضخت في هندرسون وشمال لاس فيغاس علشان يقووا سلسلة الإمداد الأمريكية. نيفادا بتستغل الضرائب القليلة وسرعة الإجراءات الورقية علشان تتيح نوع النمو السريع اللي شبه مستحيل تلاقيه في أي مكان تاني في الغرب. الأتمتة والطاقة الخضراء وشركات التكنولوجيا الكبرى كلهم بيتشدوا للصحراء، وكل ده جزء من خطة تحالف لاس فيغاس الاقتصادي العالمي. هم كانوا جزء أساسي في مرحلة التوسع الحالية دي. وبحلول 2027 ممكن الصحراء تبقى قوة كبيرة في التصنيع الأمريكي، بس ده كله على السطح. واحد من أكبر العوامل مخفي في التربة، نيفادا فوق المعدن اللي بيسموه الفضة الجديدة. الليثيوم ثاكر باس حوالين مقاطعة هومبولت فيها أكبر احتياطي معروف للليثيوم في أمريكا. الوادي ده لوحده ممكن يوفر ليثيوم كفاية لتشغيل 800 ألف عربية كهربائية في السنة. نيفادا هي وقود النقل الكهربائي في القرن الجاي. بس عشان نبني مستقبل معتمد على البطاريات محتاجين كمية كهرباء ضخمة جدا، وفي الصحراء ده بيكون مشكلة. عشان يلبوا الطلب ده نيفادا بدأت تتحرك فعلا. هي الولاية الوحيدة في الغرب اللي بتعيد بناء شبكة الكهرباء بتاعتها بالكامل وبشكل قوي. المشروع الرئيسي هو جرين لينك ويست، خط نقل كهرباء عالي الجهد بطول 472 ميل هيوصل لأس فيغاس مباشرة برينو. الطريق الضخم ده للطاقة معمول عشان ينقل كميات كبيرة من الطاقة المتجددة من مزارع الطاقة الشمسية في الصحراء مباشرة لمراكز التكنولوجيا في شمال نيفادا. وده لفت انتباه صناعة تانية. مراكز البيانات ممكن تستهلك لحد 10% من كهرباء العالم بحلول سنة 2030. ده نفس كمية الطاقة اللي بتستهلكها دولة صناعية كبيرة زي اليابان في سنة واحدة. وبسبب الأراضي الواسعة والقوانين المستقرة نيفادا بقت مكاناً مثالياً للمرافق دي. عشان السيرفرات دي تفضل شغالة طول اليوم نيفادا بتبني مشروع جيميناي للطاقة الشمسية.
المشروع موجود على أطراف لاس فيغاس وبيشتغل كأنه بطارية بسعة 1.4 جيجا وات ساعة. وعلى الرغم إن الولاية لسه متوصلة بشبكة الطاقة بتاعت كاليفورنيا، المشروع ده بيسمح لنيفادا تفصل نموها الصناعي عن شبكة كاليفورنيا اللي جنبها واللي بقت قديمة ومحملة زيادة عن اللزوم. ومن خلال توليد حوالي 950 ميجاوات من محطات الطاقة الحرارية الأرضية بتاعتها، وده يكفي 700 ألف بيت نيفادا تقدر تشغل القطاعات الصناعية والتكنولوجية اللي بتكبر عندها من غير ما تعتمد على كاليفورنيا. أكبر إنجاز في الموضوع ده حصل في مقاطعة هومبولت في مشروع ريد. شركة فورفو إنرجي بنت أول نظام حراري أرضي محسن تجاري في أمريكا، وده عن طريق الاستفادة من الصخور العميقة والسخنة لتوليد الطاقة. هم مضوا عقد كبير عشان يوردوا طاقة لمراكز بيانات جوجل الضخمة. ده مشروع بملايين الدولارات وبيعتبر مكسب للبيئة. النظام ده بيعتمد على نظام حلقة مغلقة، تقريباً مش بيستهلك مية خالص. نفس الحرارة الجوفية اللي بتشغل طفرة الطاقة في نيفادا بتساعد كمان بشكل هادي في تخفيف أزمة المية في الولاية. ده شكل أسرع ولاية في النمو من جوا. شبكة كهرباء بتتبني من الأول عشان تشغل صناعات ما كانتش موجودة هنا من 5 سنين. وفي الوقت اللي نيفادا بتبني فيه البنية التحتية المادية بتاعتها، هي كمان بتعيد تشكيل البنية التحتية القانونية. لمدة قرن ديلاوير كانت مسيطرة على الشركات الأمريكية. لو بدأت شركة كبيرة كنت بتسجلها هناك، بس دلوقتي في حركة جديدة بتظهر، ديكسيت. الشركات بتنسحب، ده نزوح جماعي وفي مكان واحد بس هم رايحين له. عمالقة رأس المال الاستثماري وشركات مدرجة في البورصة زي فيديليتي، ناشونال فاينانشال، روبلوكس وAMC نتوركس بيسيبوا ديلاوير وبينقلوا المقر القانوني بتاعهم لنيفادا. ليه التغيير ده؟ بصراحة محاكم ديلاوير بقت مش متوقعة. بقوا بيلغوا حزم أجور الرؤساء التنفيذيين الضخمة وبيسألوا عن استقلالية مجلس الإدارة. بالنسبة للمؤسسين والمستثمرين ده كابوس، لكن نيفادا شافت فرصة في الموضوع ده وفتحت باب لمنافسة الولايات التانية. هم بنوا نظام بيرجع القوة تاني لأصحاب الشركات. أعضاء مجلس الإدارة محميين من القضايا إلا لو تم إثبات احتيال أو سوء سلوك متعمد. كان درع قانوني قوي بيحمي رأس المال من تجاوز القضاء. قوانين نيفادا الخاصة بتحول الولاية لميدان تجارب ضخم للأعمال الجديدة. هم بيركزوا على حاجات زي القروض اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي والمبيعات الرقمية الآمنة جدا. الشركات بتختار نيفادا عشان ما فيش ضريبة امتياز وقوانين الخصوصية قوية. لكن الوقود الحقيقي لكل النمو ده هو الفلوس، وبشكل أدق فلوس الاستثمار الجريء. عشان نيفادا ما فيهاش ضريبة دخل على الشركات الناشئة دي تقدر تتوسع في ولايات تانية من غير ما تدفع ضرائب تقيلة مرتين. ده بيخلي نيفادا المكان المثالي لأي شركة عايزة تكبر بسرعة. وفي الوقت اللي ولايات زي كاليفورنيا بتناقش فرض ضرائب جديدة على الأغنياء، نظام الضرائب في نيفادا بيشتغل زي المغناطيس. خلال ال5 سنين اللي فاتوا، الولاية جذبت استثمارات خاصة بقيمة 500 مليون دولار. ده فلوس كان ممكن تفضل في كاليفورنيا لو ما كانتش الضرائب هناك عالية والعقبات التنظيمية كتير. بحلول سنة 2030 من المتوقع إن نيفادا تستضيف 10,000 شركة جديدة، وده حيحول خسائر ولاية لنمو ولاية تانية. اللاعبين الكبار مش بينقلوا مقراتهم الرئيسية بس، دول كمان بينقلوا فرق كاملة. لما روبلوكس نقلت مقرها القانوني لنيفادا، ده أثار موجة من خدمات الدعم. مكاتب المحاماة والمحاسبة وشركات التوظيف اتبعتهم. نيفادا بقت أرض تجارب بتمول شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة اللي ما كانتش هتظهر أو تعيش في أسواق السواحل. ديلاوير بنت سيطرتها على مدار قرن كامل. نيفادا خدت جزء منها في 5 سنين بس. السرعة دي هي السبب إنه نيفادا في صدارة مؤشرات النمو. وفكر دايماً لو بتحب التحليلات الجغرافية دي لازم تشترك في القناة، كده هتكون أول واحد يعرف لما نيفادا تضيف مدينة جديدة. بس في تحدي واحد في كل ده ممكن يوقف الولاية تماماً، وهو المية. ده هو الحجة الأساسية اللي كل ناقد بيستخدمها. المية هتخلص في نيفادا. دلوقتي بحيرة ميد فيها حوالي 34% من سعتها، وأتعلن بالفعل عن شح من المستوى الأول. على الورق المفروض نيفادا تنهار، لكن بالعكس هي مزدهرة. ليه؟ عشان الولاية بتتعامل مع المية زيها زي أصل مالي.
الاستراتيجية دي جزء أساسي من قصة نمو نيفادا، والناس في كل أنحاء أمريكا بدأوا ياخدوا بالهم. نيفادا بقت رائدة عالمياً في إعادة تدبير المياه بنظام الحلقة المغلقة. تقريباً كل جالون مياه بتستخدم جوا البيوت، سواء في الأحواض أو الدش أو غسالات الأطباق، بيتم استرجاعه ومعالجته لمعايير مياه الشرب وبيرجع تاني لبحيرة ميد. ده بيكسب الولاية اعتمادات إرجاع، كل جالون بيرجعوه بياخدوا واحد تاني مكانه، وده أدى لإنجاز كبير لنيفادا. جنوب نيفادا بيستخدم مياه أقل بنسبة 48% لكل فرد مقارنة من 20 سنة، حتى مع زيادة عدد السكان بشكل كبير. يعني ببساطة هم بيبدلوا المياه. الصحراء حولت واحدة من أكبر تحدياتها لميزة خفية: الكفاءة. دي الولايات المنافسة مش قادرة توصل لها. وبرغم كده، لو نهر كولورادو انخفض أسرع من توقعات المهندسين، حتى النظام ده ممكن يوصل لحد الانهيار. ومع وجود خزانات طاقة حرارية جوفية لسه ما استخدمناهاش تحت الأرض. الجيولوجيا الفريدة لنيفادا مش بس بتدعم النمو، دي حل جاهز لأصعب تحديات الموارد في الصحراء. التوسع السريع ده بيخلي الولايات المجاورة تواجه تحدياتها هي كمان. الامتداد العمراني في أريزونا معناه آلاف الأميال من المواسير الجديدة وخطوط الكهرباء والطرق وتكاليف الصيانة اللي بتزيد باستمرار. كل ميل جديد من الطرق السريعة في منطقة فينيكس الحضرية بيكلف تقريباً 20 مليون دولار عشان يتبني، وده أكثر من ضعف اللي ولاية نيفادا عادة بتصرفه على كل ميل في توسيع الطرق السريعة في المناطق اللي النمو فيها أسرع. التكلفة اللوجستية لنقل المياه كمان عبء كبير جدا. ضخ المياه لمسافة 336 ميل لأعلى من نهر كولورادو عن طريق مشروع أريزونا المركزي بيستهلك طاقة تكفي لتشغيل 100,000 بيت. خطوط الأنابيب الأقصر في نيفادا بتحتاج جزء صغير جدا من الطاقة دي. في مقاطعة بنيل في أريزونا، استنزاف المياه الجوفية بيخلي الأرض نفسها تغوص شوية سنتيمترات كل سنة، وده بيبرز الفرق الكبير مع نيفادا اللي فيها سحب المياه من الخزانات الجوفية أقل بكتير. في الشرق، يوتا بتواجه مشكلة جغرافية مختلفة: الممر الضيق لمنطقة فاساتش فرونت اللي بيعيش فيها 80% من سكان الولاية اللي عددهم 3.55 مليون نسمة. تكلفة السكن في مقاطعة سولت ليك بتوصل في المتوسط لنص مليون دولار، وده تقريباً ضعف متوسط تكلفة السكن في نيفادا. أسرع المقاطعات نمواً في نيفادا وأكثر شمالاً، الزحمة في منطقة فرونت رينج في كولورادو محبوسة فيها 70% من السكان، وده بيرفع تكلفة البنية التحتية ل10 مليار دولار علشان توسيع الطريق السريع في الكانيون، وده تقريباً 3 أضعاف اللي نيفادا صرفته على تحسينات طرق مماثلة في مناطق رينو ولاس فيغاس. حتى أيداهو بتواجه غابات معرضة للحرائق وقلة المياه اللي جاية من نهر سنيك، وده معناه إنه شركات المرافق هناك بخت حوالي 800 مليون دولار سنوياً في بنية تحتية أوسع للشبكة، وكمان عشان تقويها. تكاليف نيفادا نفسها في تقليل مخاطر حرائق الغابات وتطوير الشبكة كانت أقل من نص المبلغ ده. كل ولاية نيفادا بتتفوق عليها، حطت أنظمة جامدة بتقيدهم، أنظمة ما قدروش يغيروها بسرعة كفاية. نيفادا ما كانش عندها نظام قديم يوقفها، كان عندها حرية التحرك بسرعة. كمان القوانين في نيفادا بتغذي طفرة في مجال التكنولوجيا الحيوية. الولاية عندها سلاح سري ضخم للشركات اللي بتعتمد على المعامل، هي ما بتفرضش ضرائب على الأصول غير الملموسة. في كاليفورنيا، الإيرادات الضخمة اللي بتطلع من براءات الاختراع والتركيبات السرية بتخضع لضرائب دخل شركات عالية جداً. لكن في نيفادا الدخل ده محمي، والنتيجة اندفاع الشركات لشراء مساحات ضخمة من الأراضي عشان يبنوا معامل تكنولوجية متطورة بعيداً عن عيون الجهات الرقابية الساحلية. الطرف الضعيف بيكسب لأن منافسيه بيخنقوا نفسهم بنجاحهم. كل ده بدأ في 2023 لما المشرعين في كاليفورنيا ابتدوا يناقشوا ضريبة ثروة جديدة عشان يحلوا عجز الميزانية. استهدفوا صافي ثروة السكان الأغنياء حتى بعد ما يسيبوا الولاية. لكن نيفادا بتوفر حماية دستورية. وثائق تأسيس الولاية بتحظر فعلياً ضريبة الدخل الشخصي، وده بيخليها منطقة حرة للشركات العملاقة. الصدمة الحقيقية بتحصل لما ملياردير
ينقل محل إقامته القانوني لإنكلين فيلج. في ليلة وضحاها قاعدة الضرائب بتاعت مقاطعة كاملة في كاليفورنيا بتختفي. نيفادا بتمتص الثروة دي من غير ما تبني أي برنامج اجتماعي مكلف علشان تجذبها. هم ببساطة ما بيتدخلوش. دي ميزة تنافسية قوانين الضرائب في كاليفورنيا عمرها ما توقعتها. بس ضريبة الثروة مجرد عرض واحد من أعراض ولاية في أزمة. العائلات من الطبقة المتوسطة اللي بتقبض رواتب من 6 أرقام مضطرين يصرفوا تقريباً نص مرتبهم على الإيجار. في سان دييغو ومنطقة خليج سان فرانسيسكو البيت العادي دلوقتي ثمنه أكتر بكتير من $1,000,000، وده كمان لو بنحسبها برحمة. في الوقت اللي كان متوسط سعر البيت في نيفادا من 10 سنين حوالي $200,000، النهاردة عائلة من كاليفورنيا ممكن تبيع بيت صغير ومكتوم $1,100,000 وتشتري بيتاً ضعف المساحة في نيفادا ب500,000. ده $600,000 بيروح على طول للبنك، وده بيوضح إزاي الثروة بتخرج من كاليفورنيا. مش غريب إنه الناس بتتنقل. 47% من كل الوافدين الجدد لمنطقة لاس فيغاس جايين من كاليفورنيا. هم جايبين معاهم ثروة ومهارات وطموح. نيفادا مش بس بترحب بيهم، دي كمان بتديهم عالم ضرائب جديد تماماً يتحركوا فيه. بس الولاية الذهبية بتتفكك بطرق تانية قليل اللي فهمها كويس. حرائق الغابات بقت كوارث سنوية بتجبر الناس يخلوا بيوتهم، وبتدمر البيوت وبتزود تكاليف التأمين. ده بيخلي التأمين شبه مستحيل لعائلات الطبقة المتوسطة. انقطاع الكهرباء المتكرر بيضرب مراكز التكنولوجيا الكبيرة والمناطق الحضرية، وده بيأثر على إنتاجية الأعمال وبيخلي التوسع مخاطرة. بعيداً عن الطاقة، كاليفورنيا بتواجه متاهة تنظيمية. قوانين البيئة والعمل والتقسيم بتسبب تأخيرات بتستمر لسنين في مشاريع البناء والبنية التحتية، وده بيخنق الابتكار قبل ما يبدأ أصلاً. دلوقتي الشركات بتواجه مفارقة، بيفضلوا يدفعوا تكاليف ضخمة ويعيشوا في حالة عدم يقين، ولا يمشوا ويخاطروا يخسروا مكانتهم في السوق. كتير منهم بيختاروا الحل الثاني. وفي نفس الوقت الثروة والمواهب بتتحرك ناحية الشمال والشرق. ألمع المهندسين في وادي السيليكون بيدوروا على سكن بأسعار معقولة وضرائب أقل وتراخيص أعمال أسرع، حاجات كاليفورنيا ما بقتش تقدر توفرها بشكل مضمون. فرق الإنتاج في هوليوود بتسيب الولاية وبتروح لولايات أرخص وأسرع وأكثر استقرار، ورجال الأعمال بيهربوا من مزيج الضرائب وعدم استقرار المحاكم. نزيف العقول لوحده زلزال اقتصادي صامت، وقليلين جدا بره الولاية بياخدوا بالهم منه أول بأول. بس ما ينفعش تستورد 28,000 شخص في السنة من غير ما تكسر شوية حاجات. نيفادا بتستورد ثروة، بس كمان بتستورد طلب على الخدمات اللي الميزانية الحالية بالكاد تقدر تغطيها، والوضع بيخرج عن السيطرة بسرعة. المناطق التعليمية مش قادرة تستوعب. مقاطعة كلارك هي 5 أكبر مقاطعة في البلد، وبتواجه نقص كبير في عدد المدرسين. في لاس فيغاس ورينو العمال في قطاع الخدمات اللي بياخدوا $20 في الساعة مش قادرين يلاقوا أماكن يعيشوا فيها بسبب الأسعار. الناس اللي جايين من كاليفورنيا رفعوا الأسعار لدرجة إن الناس اللي شغالة في الكازينوهات مش قادرين يعيشوا على بعد أقل من 50 ميل من شغلهم. دي أكبر تهديد لنمو نيفادا. لو العمال وأصحاب المهن اليدوية مش قادرين يعيشوا هنا، مراكز التكنولوجيا واللوجستيات في الآخر هتتأثر ومش هتلاقي حد يشتغل فيها. الولاية بتحاول تفتح أراضي فيدرالية لبناء مساكن بأسعار معقولة، بس ده محتاج قانون من الكونغرس. الموضوع سباق مع الزمن. أزمة السكن واضحة للكل، أزمة الرعاية الصحية مش باينة بنفس الدرجة. دلوقتي نيفادا في نص أزمة عمالة ممكن تشل أغلب الولايات. دلوقتي هي متأخرة كثير عن المتوسط الوطني في عدد العاملين في المجال الطبي، وبتحتاج توظف آلاف تانيين من العاملين في الرعاية الصحية بحلول 2030 عشان تقدر تواكب احتياجات السكان اللي عددهم بيزيد بسرعة. عشان يحلوا المشكلة دي، لاس فيغاس ما بقتش بس بتراهن على الكروت، دلوقتي بقت بتراهن على الأبحاث السريرية. مبنى جديد لتعليم الطب بتكلفة $150 مليون بيتبني دلوقتي في منطقة لاس فيغاس الطبية. الهدف هو تحويل المنطقة لحاضنة علوم حيوية، مكان فيه أبحاث المعامل تتحول لعلاج حقيقي في شهور مش سنين. حالياً نيفادا بتكسب حوالي $20 مليار سنوياً من الرعاية الصحية،
وده بيخلي القطاع ده محرك طبيعي للنمو. متوقع إنه يجيب دخل حوالي 300 مليون دولار كل سنة، وده حيوفر مسار وظيفي مستقر ومرتبات عالية، ومش بيعتمد على عدد الناس اللي قاعدين على طاولة البلاك جاك. جنباً إلى جنب مع الرعاية الصحية، نيفادا بتستثمر في التعليم والتدريب المهني اللي متفصل على اقتصادها الجديد. جامعة نيفادا بتتعاون مع شركات الطاقة المتجددة علشان تدرب مهندسين وفنيين معمل ومتخصصين يقدروا يشتغلوا على طول في قطاع الطاقة النظيفة اللي بينمو في الولاية. مع ذلك حتى معجزة التوسع في نيفادا ليها حدود. نظام إعادة التدوير واحتياطي المياه في نيفادا بيدوها شوية مساحة وراحة، وده مش متوفر في ولايات تانية. لكن مكتب الاستصلاح اقترح تقليل كبير في استخدام نهر كولورادو لو الولايات ما وصلتش لاتفاق قريب بأنها تقبل التخفيض بشكل طوعي. نيفادا بتحط نفسها في مكانة الطرف العاقل والمسؤول في المفاوضات، وبتتحدى الحكومة الفيدرالية إنها تفرض تخفيضات أكبر على جيرانها زي كاليفورنيا وأريزونا. لو مستوى نهر كولورادو فضل ينخفض حتى النظام المغلق مش هيكون كفاية، التخفيضات بتزيد وده في خطر انقطاع الكهرباء. لو مستوى المياه نزل قوي، التوربينات في سد هوفر هتتوقف عن الدوران، وده هيوقف نمو في مكانه. دلوقتي نيفادا حرفياً على بعد تغيير سياسة واحد أو شتاء جاف واحد من انتهاء المعجزة. عشان كده ما ينفعش يضيعوا لا مساحة ولا مياه. ولما تكون جنب واحدة من أغنى الولايات اللي بعض الناس بيسموها كالأمريكا نيفادا، ما ينفعش تتحرك ببطء. الطفرة اللي بتحصل في الولاية معتمدة على حاجتين: إن كاليفورنيا تفضل بايظة، وإن النهر يفضل فيه مياه. لو كاليفورنيا في يوم من الأيام حلت مشاكل الإسكان والضرائب عندها، تيار الانتقال إلى نيفادا ممكن ينشف في لحظة. ولو الهندسة فشلت تواكب الحرارة، الصحراء هتاخد اللي خسرته تاني. بس في موهافي هامش الخطأ ضيق جداً، وده بيخلي نمو نيفادا أكثر إثارة للإعجاب، وفي نفس الوقت أكثر هشاشة. شكراً إنك انضميت لي النهاردة، أتمنى تكون استمتعت بالفيديو، ولو حابب تشوف فيديوهات زي دي يا ريت تشترك في القناة وتفعل الإشعارات، ده فعلاً بيفرق كتير. شكراً تاني، وأشوفك المرة الجاية في ماب باك.